فيصعدون بها دبلب عصمانا وبن في رحاها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث. ملائكة ينف بين عرض عصمانا دهي وقت درباز بيتن رحاوي دي بجنة أبد شرحا هذا رحا كي أبرحاها يا هندا يا بيس فيقولون فلان ابن فلان فلان كسي كري فلان كسي بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا بيسترين ونخوشترين ناوي كوي بي نخوش دنيا دا وقت غازيت كري دي غازي في كسي هكن حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا أف رحها بملائكة بدجهنا بل عصمان إيكي ودرجة عصمان الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له دي داخل درجه فكرنيش ملائكته يتكلن درجه فاند عصمانك ودرجه بو برحها بتفكرن فلا يفتح له درجه بو في كسها نا يتفكرن. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم پشتینگی پیغمبری صلی الله علیه و سلم اب آیتها خواند لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. پیغمبری صلی الله علیه و سلم اب آیتها خواند کو پشراس کری في حدیثها هیا کو درگهت آسمان بو فرحها ناه نفکرن و انسان کافر ناچتا بحشت حتی حشترت کنا در ذکرات چیتن تشتكي چند مستحيلة وصا مستحيلة جي إنسان كافر تشيتا بحشته. فيقول الله عز وجل رب العالمين دي بيجيتن اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى سجين دانا في كسب لا بتنفيسين لعرض النزم بالعكس إنسان إيمان دار كل عليين بلندهين في بتاتا نفيسين. ثم يقال أعيدوا عبدي إلى الأرض عبدي من بزفر النبعذ منها خلقتهم من يجبئ أخاها خلق كري وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى دي وانا زفر المبابئ أخاها وجالك ديجي رجا قيامته دي إنسان جبئ أخاها وجبئ دي هدرك بتبا فتطرح روحه من السماء طرحا رحا بكسي وكيو إنسان إيمان دار بريز وناهت أخاري دهيت هاوتن رحاوي فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده حتى رحا بكسيهات كبتت لشويدا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم الفيدجي أبايتها خاند ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. پیغمبر أبايتها خاند كو بحث هندت كتن أفكسي شريكة برب العالمين چت كتن وإيمان نائنيتن أفكسي هواكي ويكسيا آيات بيجيتن أبكو شعصمانت كفيتا خاري والطير نجيرتن خلفيت تشتهدن وفيكسي هدن وبرت كان عصمانا يانجي هواكي دجوار فيكسيها ببتن بوجه كدير أفن منا ويرحيا أبكو يه كافر وقنهكار عصمانا تهوتا خاري أبجي هل ديسا عذابك أبوي كسي حتى تتنود كفيتا جسد ويدا ديسا قبري دا فتعاد روحه في جسده دي رحوا الزفر تفاف ناف جسد ويدا أفكسها قال فإنه لا يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنهم مدبرين. أفكسها وقت رحويها طفل شويدا وإنسان السر قبل الزفر نبا هاج دنجي نعالة وان كسها يا أبد كل سر قبري